دقيقة، انتوا تدرون من رجع لنا لبغداد؟ لا، واللحوم كلها عراقية. كل العراقيين يتذكرون مجزرة بغداد العصرية، بس اليوم راح اشوفكم وياها بحلتها الجديدة. دخلنا وبالبداية يتم تعقيم أي شخص يدخل المكان، ومن هذا المكان راح اشوفكم مجزرة بغداد العصرية ايش راح تقدم لنا منتجات كل يوم. بالبداية كل منتجات مجزرة بغداد هي من اللحوم العراقية اللي يتم تربيتها وتغذيتها بنفس المكان. اول شيء الكبة الموصلية اكيد باللحم العراقي، ووراها تتوجه لمرحلة السلق. ما اسولف لكم ريحة الكبة واللي اليوم ما اطلع منها اذا ما جرب كبتكم. بسم الله، راح تجربوها وتدعوا لي. وموجود عندهم البرجر اكيد من لحومنا العراقية. وهسه وصلنا لمرحلة نقلي البورق. ممكن اقلب وياك ضلعي؟ طبعا خليت عيني على وحدة انتظرها تطلع. حمودي البورق نجربه انا وياك وطيني رايك. تفضل، شنو رايك حمود؟ كلونه 10/10. بالعافية. كمية كبيرة من المنتجات المطبوخة صح وبلحومنا العراقية راح تنطلق من هذا المكان. وهيك توصل لكم كبة الخاتون من مجزرة بغداد العصرية. ترى طيبة فول. أنا بداخل الثلاجات اللي راح تنطلق منها منتجات مجزرة بغداد العصرية. يوسف خلينا نطلع انجماد. ومن اليوم راح تنطلق منتجات مجزرة بغداد العصرية لكل الأسواق. اليوم كنا بالدورة البعيثة يم مجزرة بغداد العصرية.